طلاب اولى ثانوي عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير يا رب. وحشتوني كتير 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 جدا بامانه. انا عارف ان انا اتاخرت عليكم في اليوتيوب، بس انا عامل لكم مفاجاه النهارده. انا المفروض كنت انزل فلسفه البيئه طبعا على مرتين من بدري وكده، بس انا قلت هعمل لك حركه حلوه قوي. انا النهارده هشرح لك فلسفه البيئه كلها كامله مع الفلسفه التطبيقيه، مش بس كده، انا هشرح لك كمان اول درس منطق عندك. يبقى انا كده هعمل لك في الحصه دي هضرب لك حاجتين مع بعض. هشرح لك الوحده الاولى كلها بتاعت فلسفه البيئه، وهشرح لك كمان اول درس في المنطق عندك. فانا كده يعتبر ما اتاخرتش عليك يا نجم. عامل ايه؟ انا عايزك بس ان انت تبدا النهارده معايا الترم دوت، بالله عليك كده، الترم ده كبير. وزي ما قلت لك في الريلز بتاعنا مع بدايه الترم، ان المنهج مضغوط شويه من ثالثه ثانوي، فيمكن يكون صعب شويه، بس ما تقلقش الموضوع هيكون سهل يعني. فعايزك تبدا كده معايا وتركز، ويلا اعمل نسكافيه ويلا بينا. طيب خلي بالك، احنا الترم اللي فات يا معلم خدنا الفلسفه، وخدنا معنى الفلسفه، وخدنا تفكير الفلسفه، وخدنا كله كلام نظري في نظري في نظري، صح؟ طيب المنهج بتاعنا النهارده هيتكلم عن ايه؟ انا عايزك بس تركز معايا. احنا هناخد حاجه اسمها الفلسفه التطبيقيه. تمام؟ طيب يا مستر، انا عندي كام نوع من الفلسفه؟ انا عندي فلسفه اسمها فلسفه تطبيقيه، وفلسفه اسمها فلسفه النظريه. طيب ايه هي الفلسفه النظريه؟ الفلسفه النظريه دي يا معلم اللي انت خدتها الترم اللي فات. الفلسفه من الاخر اللي بتعتمد على قواعد، بتعتمد على قوانين، يعني من الاخر بتبقى كلام على ورق. زي ما خدت الترم اللي فات، كان في شويه قواعد، شويه قوانين، شويه افكار، بنبدا ايه ان احنا نكتبها وننصصها على كتاب معين. طيب اما ايه الفلسفه التطبيقيه دي؟ شايفه معلم القواعد والقوانين دي بنبدا ان احنا ناخدها وننفذها على ارض الواقع. يبقى تاني، ايه الفرق يا مستر من الفلسفه النظريه والفلسفه التطبيقيه؟ الفلسفه النظريه يا معلم هي دي بتبقى قواعد، قوانين، ومن الاخر بتبقى كلام على ورق. لكن ايه الفلسفه التطبيقيه دي؟ انا باخد القواعد والقوانين دي وبطبقها على ارض الايه؟ على ارض الواقع. ممكن يا مستر تديني مثل عينيا؟ انت مثلا دلوقتي ماشي في الشارع وشفت يافطه كده مكتوب عليها التدخين يدمر الصحه. مش دي يافطه مكتوبه؟ مش ده قانون او قاعده مكتوبه؟ صح؟ وهتلاقي ناس كتير، بص بص بص، ناس كتير شافت اليافطه دي. يبقى ما دام شافتها ودي يافطه كل الناس بتقراها ودي نظريه مكتوبه، يبقى دوت الفلسفه الايه؟ النظريه. طيب تعالى كده، انا عايز اطبق قاعده التدخين يدمر الصحه. انا رحت شفت شخص ما، تمام، معاه سيجاره بيشربها، رحت انا عملت ايه؟ بص بص، انا اهو رحت رايح له قلت له ارمي السيجاره دي وخد مثلا كيس العصير ده. عارف انت الفيديوهات اللي هو ايه، سيب السيجاره وخد كيس العصير ده احسن منه؟ هي دي نفس الفكره. هنا خد القاعده وراح طبقها على ارض الواقع. دي الفلسفه التطبيقيه. طب تعالى كده ناخد حاجه من المنهج بتاعك. لما يجي مثلا لما يجي مثلا ركز كده معايا ويقول لك ايه؟ خدنا القاعده المره اللي فاتت، قلنا ان الفلسفه تبحث في الترم اللي فات عن العلل البعيده، صح؟ دي كانت فلسفة نظرية بتاعت الترم اللي فات. قاعدة دي ايه؟ قاعدة او قانون كان بتاع الترم اللي فات. طب انا عايز اطبقه، هعمل ايه؟ انت حضرتك يا فندم كبرت وبقيت دكتور قد الدنيا، وراح جه عندك مريض عيان، تمام؟ رحت جيت بدل ما تبحث بالاسلوب العلمي وتبحث في الاسباب المباشره، رحت عملت ايه؟ ايوه، انا افتكرت قاعده نظريه خدتها الترم اللي فات او في سنه اولى بقى ثانوي، ان الفلسفه تبحث عن العلل البعيده، يعني الاسباب البعيده. خلاص، يبقى انا هعمل ايه؟ هبحث عن المريض ده اللي هو المرض اللي عنده، هشوف اسباب المرض البعيد، يعني هشوف اقرب او اصل المرض جاي منين. هشوف اصل المرض ايه جاي منين. هنا انت عملت ايه؟ نفذت القاعده في الارض الايه؟ ارض الواقع. فدي اسمها الفلسفه التطبيقيه. انا لسه ما دخلتش في المنهج لحد دلوقتي، انا كل ده بشرح لك ايه الفرق بين الفلسفه التطبيقيه والفلسفه الايه؟ النظريه. يبقى انت فهمت يا معلم هي الفلسفه النظريه
والفلسفه الايه التطبيقيه. قلنا ان الفلسفه النظريه دي كلام على ورق، قواعد قوانين مكتوبه، لكن الفلسفه التطبيقيه انا باخد القواعد والقوانين دي وبطبقها على ايه على ارض الواقع، واستنتج من كده ان الفلسفه النظريه والفلسفه التطبيقيه اكيد ايه مترابطين. طب ممكن يا مستر تقول لي الفلسفه، انا حابب بس ايه اكتب لك المقدمه دي بخط ايدي علشان هي شويه رغي كده في الكتاب بتاع المدرسه، فانا حبيت ايه اكتبها لك بايدي. ممكن يا مستر تقول لي الفلسفه التطبيقيه دي عباره عن ايه؟ بيقول لك يا معلم ان الفلسفه التطبيقيه دي ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين. يعني يا مستر امتى كده؟ يعني ايه القرن العشرين ده يا معلم؟ القرن العشرين يعني سنة 1900، تمام؟ وبيقول لك النصف الثاني يعني فيما فوق ال50. يعني من الاخر الفلسفة التطبيقية ظهرت امتى؟ في 1900 مثلا 51، يعني فيما فوق ايه ال50. يبقى الفلسفة التطبيقية ظهرت امتى؟ ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين. يعني ايه النصف الثاني من القرن العشرين؟ يعني سنة 1950 او فيما فوق. طيب الفلسفة التطبيقية دي جاية تعمل ايه؟ جاية تشوف مشاكل المجتمع وتحلها. طيب ممكن يا مستر تقول لي الفلسفة التطبيقية دي بتستخدم منهج ايه؟ اه يا معلم عينيا، الفلسفة التطبيقية بتستخدم منهج، عارف كده الفلسفة اصلا كانت بتستخدم المنهج ايه بتاع الترم اللي فات؟ عقلي، صح؟ فالفلسفة التطبيقية برضه تستخدم منهج عقلي تأملي تحليلي. يبقى انا خدت لحد دلوقتي تعريفين للفلسفه التطبيقيه. الفلسفه التطبيقيه ديت ظهرت امتى؟ ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين. طيب بتستخدم منهج ايه يا معلم؟ بتستخدم منهج عقلي تاملي ايه تحليلي. طيب خلي بالك الفلسفه التطبيقيه دي، وانا عايز بس ايه ارسمها لك عشان تبقى انت عارفها. الفلسفه التطبيقيه ليها فروع. معلش انا عارف ان انا خط وحش، بس بعد اذن حضرتك ما تتريقش على خطي، انا اتريق على الخط لكن انت ما تتريقش عليه. طيب الفلسفه التطبيقيه دي ليها فروع يا معلم. الفروع اللي هي فيها دي المنهج بتاعك الترم ده. طيب خلي بالك الفلسفه التطبيقيه ليها فرع اسمه فلسفه البيئه، تمام؟ وليها فرع اسمه فلسفه البايو طبيه او البايوتيكا، وليها فرع اسمه فلسفه المهن، وليها فرع اسمه فلسفه القيم. طيب فبيقول لك ان فلسفه البيئه دي يا معلم ليها فروع اسمه فلسفه البيئه، قصدي الفلسفه التطبيقيه معلش، ليها فروع اسمها فلسفه البيئه والبيوطبيه وفلسفه المهن واخلاق القيم. احنا هنبدا ناخد كل واحده فيهم في كل درس، يعني ناخد فلسفه البيئه وهناخد فلسفه البيوتيكا او البيوطبيه وناخد اخلاق المهن واخلاق الايه القيم. نبدا واحده واحده معانا يا معلم. طيب ركز بقى معايا. فاحنا عندنا اول حاجه معلم اسمها الفلسفه البيئيه. ركز كده معايا. مالها بقى يا معلم الفلسفه البيئيه دي؟ بيقول لك الفلسفه البيئيه احد فروع الفلسفه التطبيقيه. طب ماشي، ما مع التعريف دوت مش جديد عليك، ما انا قلت لك ان الفلسفه التطبيقيه ليها فروع. ايه هي الفروع؟ الفلسفه البيئيه والفلسفه البيوطبيه وفلسفه المهن واخلاق الايه القيم. فلما اجي اقول لك ان فلسفه البيئه ايه هي، هتقول لي هي احد فروع الفلسفه ايه التطبيقيه. طب خلي بالك يا معلم فلسفه البيئه جايه تعمل ايه بعقلك كده؟ جاي تحل مشاكل البيئه والمجتمع. طيب حلو يا مستر، يبقى اذا فلسفه البيئه جاي تحل مشاكل البيئه والمجتمع اللي موجود فيها، وبقول لك فلسفه البيئه هي احد فروع الفلسفه الايه التطبيقيه. طب خلي بالك بيقول لك ان التقدم التكنولوجي، بص ايه، هدد حياه الكائنات الاخرى والاخص الانسان. يعني ايه الكلام ده يا معلم؟ بيقول لك ان التكنولوجيا والتقدم التكنولوجيا اللي حصل هدد حياه الكائنات الاخرى وبالاخص الانسان. ليه يا مستر بتقول كده؟ يعني المفروض ان البلد اللي بيكون عندها تكنولوجيا، يعني المفروض ان البلد دي بنقول عليها ان هي متقدمه، صح؟ فانت ليه بتقول لي ان التقدم التكنولوجي ده
هدت حياه الكائنات الاخرى وبالاخص الانسان. اقول لك انا معلم، خلي بالك مثلا لما ظهرت التكنولوجيا ظهرت حاجه اسمها ايه؟ العربيات، صح؟ طيب ما العربيات دي بتطلع حاجه اسمها دخان، والدخان ده بيطلع حاجه او بينتج لحاجه اسمها احتباس حراري، صح ولا لا؟ طب خلي بالك التكنولوجيا، مع تقدم التكنولوجيا ظهرت حاجه اسمها الاسلحه اللي بيحاربوا بيها، والاسلحه دي للاسف بقوا ايه؟ تموت ملايين من الناس، صح ولا لا؟ طب خلي بالك برضه مع تقدم التكنولوجيا والصناعات اللي موجوده في المصانع، فدخان المصانع بدأ يعمل ان هو ايه؟ يلوث الهواء. طب حاجه كمان، ما أنا مع تقدم التكنولوجيا دي بقى اعمل حاجات مبيدات ارشها مثلا في الزراعه، صح ولا لا؟ فالمبيدات اللي ترش في الزراعه دي علشان تخلي المنتج يكون كويس او يكبر بسرعه، دي بتجيب سرطانات للايه؟ للانسان. فكده التكنولوجيا هدت حياه الكائنات الاخرى وبالاخص الايه؟ الانسان. عشان كده فلسفه البيئه بقى جايه تعمل ايه؟ جايه تحل المشاكل البيئيه والايه؟ والمجتمعيه. اصلا يا معلم، يبقى اذا فلسفه البيئه احد فروع الفلسفه التطبيقيه، وفلسفه البيئه جايه تحل مشاكل البيئه والمجتمع. خلي بالك بيقول لك معلومه ان التقدم التكنولوجي هدت حياه الكائنات الاخرى وبالاخص مين؟ الانسان، زي مثلا العربيات والاسلحه وتلوث التربه، وعندنا تلوث الهواء. اهو كل ده مشاكل برضه من سبب ايه؟ التقدم التكنولوجي بتاعي. طيب خلي بالك يا معلم، ركز كده معايا. بيقول لك ايه؟ ان فلسفه البيئه لما حصل المشاكل الكبيره دي، قلنا ان احنا ايه؟ لازم نقف ونحدد لها حل. فقلنا هنعمل ايه؟ قلنا هنعمل 3 حلول. الفلاسفه قالوا او دعوا ل3 حلول. اول حل عندنا اقامه توازن بين رغبه الانسان المتميزه في السيطره على البيئه وضروره الحفاظ على البيئه. يعني ايه الكلام ده؟ جم الفلاسفه والعلماء قالوا ان ضروري ان الانسان لازم يستفيد من البيئه، بس يا معلم وانت بتستفيد بالبيئه ما تضرهاش. زي ايه؟ مثلا انت ليك الحق ان انت تصطاد يا معلم، بس تصطاد صيد شرعي. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا ما ينفعش تحط قنبله تحت مثلا الميه وتفنجر القنبله دي فكل السمك يموت. ده كده انت ما عملتش توازن ما بين ان انت عايز من البيئه حاجه او تستفيد من البيئه حاجه وان انت تحافظ عليها. فانت لازم تستفاد من البيئه بس في نفس الوقت لازم تحافظ على ايه؟ على البيئه. يبقى اول حاجه بيقول لك ان انت لازم تعمل توازن في عقلك، انت توازن عقلك ان انت عايز تستفيد من البيئه، لكن في نفس الوقت ضروري ان انت تحافظ ايه؟ على البيئه. طيب تاني حاجه بيقول لك ايه؟ او تاني قاعده خدناها ايه؟ بيقول ان انت معلم ضروري احترام حقوق الكائنات الاخرى. يعني ايه الكلام ده؟ اذا كان بقى نباتات او حيوان، ما ينفعش يا معلم وانت ماشي كده اول ما تلاقي كلب تقوم ماسك الايه؟ الطوبه وتقوم راميها عليه. شايف قطه مثلا تقوم هشها. شايف مش عارف صرصار تقوم ضربه بتاع بالشبشب مثلا. كده انت ما بتحترمش حقوق الكائنات الايه؟ اللي موجوده. ما ينفعش مثلا تبقى ماشي وتلاقي شجره مثلا تقوم قاطع الشجره، تلاقي ورده تقوم قاطع الورده. فكده انت ما احترمتش حقوق برضو الايه؟ النباتات. فانت المفروض ان انت تعرف ان انت مش عايش لوحدك في البلد دي او في العالم ده، لازم تحترم الكائنات اللي موجوده معاك اذا كانت حيوانات او ايه؟ او نباتات. ثالث حاجه بيقول لك ان انت يا معلم لازم تحترم حقوق الاجيال اللي جايه. وخلي بالك هنا انا بتكلم عن المستقبل. يعني ايه يا مستر احترم الاجيال القادمه؟ احترمها ازاي دي يا معلم؟ انت من الاخر يا معلم بيقول لك ايه؟ ان انت ما تستنفذ كل الحاجات اللي موجوده في المجتمع علشان الاجيال اللي جايه. يعني ايه؟ يعني مثلا اول حاجه انت ما ينفعش تلوث البيئه علشان الاجيال اللي جايه تلاقي بيئه نظيفه قاعده فيها. تاني حاجه ان انت ما ينفعش مثلا تقطع كل الشجر ليك انت، لا خلي شويه للايه؟ للكائنات اللي جايه او الانسان ايه؟ اللي جاي في المستقبل. ما ينفعش مثلا تاخد كل المعادن. ليه؟ علشان في برضو كائنات جايه او انسان تاني جاي، فانت المفروض تحترم الاجيال ايه؟ اللي جايه. فهنا انا بحترم حقوق الاجيال اللي جايه، يعني بحافظ على البيئه للاجيال الايه؟ القادمه. طيب خلي بالك بقى، انا عندي معنى البيئه لغويا والبيئه اصطلاحيا. تعالى هنا وركز كده معايا. بص يا معلم، البيئه لغويا بيقول لك ايه؟
كلمة لغويًا عشان برضه تبقى أنت فاهم وعارف، كلمة لغويًا يعني أنا جايبها من المُعجم. يعني إيه يا مستر جايبها من المُعجم؟ يعني مشتقة من أصل الكلمة، تمام؟ طب أصل كلمة البيئة إيه؟ معناها بقى أو تبوّأ. وانطق بالله عليك الجملة دي صح ما توديناش في داهية. معناها إيه؟ بقى أو تبوّأ. طيب دي كلمة اللغة البيئة لغويًا. طيب يا مستر معنى كلمة بقى أو تبوّأ إيه بقى أصلًا؟ بيقول لك إن هو المكان الذي يعيش فيه الإنسان. يعني إيه يا مستر؟ هنا البيئة لغويًا بيتكلم عن المكان، عن البيت، عن المنزل اللي أنت عايش فيه. يبقى لمّا يكلمك عن المكان أو المنزل اللي أنت عايش فيه، البيئة اللي أنت عايش فيها فقط لا غير زي البيت، يبقى دي البيئة إيه؟ لغوية. طيب تعالَ كده ناخد البيئة الصلاحية. البيئة اصطلاحية. إيه هي البيئة الصلاحية؟ بيقول لك كل ما يحيط بالإنسان يؤثر فيه ويتأثر به. يعني إيه الكلام ده يا معلم؟ بيقول لك إن البيئة اصطلاحيًا، كلمة اصطلاحيًا عشان برضه تبقى أنت عارف، هنا أنا بادوّر على أصل كلمة البيئة بس في أفكار أو كتب الفلاسفة والعلماء. عشان برضه تبقى أنت فاهم يعني إيه كلمة لغويًا واصطلاحيًا. اصطلاحيًا معناه إن أنا بادوّر البيئة في أفكار أو كتب العلماء أو الفلاسفة، تمام؟ ده في أي مادة بقى، مش في مادتي أنا بس. طيب ركّز كده معايا. أنا إمتى أختار البيئة الصلاحية؟ أنا هاشرح لك كده الاتنين، البيئة لغويًا والبيئة اصطلاحيًا برسمة كده وأنت إيه، ركّز كده معايا في الرسمة دي وأنت هتلاقي الموضوع بسيط. بُص كده، هنعتبر إن ده بيتك وأنت عايش أهو جوّه البيت، تمام؟ إنسان مش مسرّح شعرك، شكلك زي الزفت، ما كلنا بنبقى الصبح كده، غضبان وقرفان من الدنيا وقرفان من ثانوية عامة. ركّز بقى معايا، أنت عايش جوّه البيت، لو كلّمك عن البيت اللي أنت عايش جوّاه، بُص أهو، لو كلّمك عن البيت، عن المنزل اللي أنت عايش جوّاه، يبقى دي البيئة لغويًا. البيئة إيه؟ لغويًا. طب بُص بقى ركّز بقى معايا بالله عليك في الحتّة دي، لو كلّمك بقى عن بُص، الأسرة، عن الصحاب، كلّمك عن الفكر، بُص، الفكر، السياسي، الثقافي، الديني، الاقتصادي، كلّمك عن التربية والتعليم، كلّمك عن العادات والتقاليد. أهو شايف كلّمك بُص عن أي حاجة تحيط بيك، بُص، أي حاجة من أول هنا أهو، أي حاجة تحيط بالإنسان، إذا كان بقى ديني أو ثقافي أو فكر اقتصادي أو بيتكلّم عن الأسرة، بيتكلّم عن الصحاب، بيتكلّم عن العادات والتقاليد، التربية والتعليم، أي حاجة حول الإنسان، الإنسان ممكن يأثّر فيها ويتأثّر بيها، يبقى دي البيئة اصطلاحيًا. أظن إن أنت كده مش هتلخبط فيهم تاني. يبقى البيئة لغويًا كلّمك عن المنزل أو البيت اللي أنت عايش فيه. لكن البيئة اصطلاحيًا لو كلّمك عن أي فكر بقى تاني بقى، فكر سياسي، فكر ثقافي، فكر اقتصادي، كلّمك عن أسرة، صحاب، عادات وتقاليد، تربة، قصدي التربية والتعليم، فأنت تعرف إيه، ما دام أي حاجة تحيط بالإنسان يبقى دي البيئة إيه، اصطلاحية. لو عايز تاخدها screenshot هي معاك أهو، تمام؟ طيب ركّز بقى معايا يا معلم، يبقى كده دي البيئة لغويًا والبيئة إيه، اصطلاحيًا. عندك تعريف برضه استرشادي أنا كاتبه لك في الكتاب بتاعك عشان برضه تبقى أنت عارفه. طيب تعالَ بقى نبدأ بقى. مرحلة علاقة الإنسان بالبيئة، ودي أهم حاجة. أنا بس عايز ألخّص لك كل الكلام اللي أنا قُلته قبل ما نخش على مراحل علاقة الإنسان بالبيئة. أنا خدت الفلسفة النظرية والفلسفة التطبيقية. قُلنا الفلسفة النظرية دي يا معلم دي بتبقى كلام على ورق، ما تسرعنيش، أنا بُص هتلاقيني باراب دلوقتي التعليم.
الفلسفه النظريه دي بتبقى كلام على ورق، الفلسفه التطبيقيه دي بطبق على ارض الواقع. الفلسفه التطبيقيه حبيب قلبي ظهرت في النصف الثاني من القرن العشرين، يعني امتى؟ يعني سنه 1950. طب الفلسفه التطبيقيه جايه تعمل ايه؟ جايه تحل مشاكل المجتمع. وان الفلسفه التطبيقيه ليها فروع، اذا كانت فلسفه بيئه، فلسفه بيوتيقه او بيوتوبيه هي نفس الاسم، او الفلسفه اخلاق المهن او اخلاق الايه القيم. طيب بعد كده قلنا ان احنا هناخد فلسفه البيئه. فلسفه البيئه احد فروع الفلسفه التطبيقيه. فلسفه البيئه خلي بالك ان فلسفه البيئه كمان انا نسيت اقول لك حاجه، ان الفلسفه التطبيقيه بتستخدم منهج اسمه ايه؟ المنهج العقلي التاملي الايه التحليلي. طب خلي بالك فلسفه البيئه قلنا ان هي جايه تحل مشاكل البيئه وجايه تحل مشاكل ايه المجتمع. خلي بالك ان التقدم التكنولوجي اللي حصل ده كبير، ادى لخطر في حياه الانسان وخطر كمان على الكائنات الايه الاخرى، زي مثلا الاحتباس الحراري، التربه، اي مشاكل من دول. وبسبب المشاكل دي قمنا بثلاث حاجات. اول حاجه اقامه توازن بين رغبه الانسان في الحصول على البيئه وفي نفس الوقت ضروره الحفاظ على الايه على البيئه. طب تاني حاجه قلنا احترام الكائنات الاخرى اذا كان نباتات او ايه حيوانات. طب تالت حاجه احترام الكائنات الايه او الاجيال الايه القادمه. تمام. بعد كده خدنا معنى البيئه لغويا والمعنى البيئه الايه اصطلاحيا. سهله، ده كل اللي احنا خدناه. طيب تعالى بقى ناخد مراحل علاقه الانسان بالبيئه. اول حاجه التقديس والتاليه، ركز بقى معايا يا معلم. ودي انا عايز بس ايه اقول لك كده وركز معايا. الانسان، انا عايز بس اخليه ان هو نايم، ركز كده معايا. هنا الانسان كان نايم، تمام. بص ركز في الحته دي. صحي من النوم، فجاه لقى شمس. طب بالليل لقى قمر. طب مشي لقى نهر. مشي شويه لقى شجره. مشي شويه لقى بركان. شويه لقى زلازل تحت الارض. هنا الإنسان كان لسه بدأت مع حياة الإنسان البدائي، ما كانش فاهم أي حاجة، ولا كان فاهم الشمس ولا كان فاهم القمر ولا البركان ولا الزلزال ولا أي حاجة. خلي بالك مرحلة التقديس والتأليه، هنا الإنسان ما كانش فاهم، مش فاهم الطبيعة، فمشي بحاجة. قال لك أنا هعمل إيه؟ قال لك كل، فهو خلي بالك هو هنا لما شاف مثلا القمر ما كانش فيه اي ضوء، صح؟ فكان خايف، فقال لك بس. والبركان برضو نفس الفكره، شاف حاجه بتطلع نار فبرضو كان خايف. الزلزال نفس الفكره، فشاف مثلا ان الشمس دي بتحميه مثلا او بتديله ضوء عن القمر، فقال لك خلاص يبقى الشمس دي هي اللي بتحميني من ايه؟ من القمر. فقال لك انا همشي بقاعده، والقاعده دي مهمه قوي. قال لك ان انا هخاف منه هعبده. ليه؟ علشان ما يأذينيش. طيب واللي هيديني خير هعبده برضه. ليه؟ علشان يكتر مني الخير، عشان يكتر ايه الخير عليا. يبقى خلي بالك عشان كده انا بسمي المرحله دي مرحله مهمه قوي، اسمها مرحله العباده. بس خلي بالك هنا الانسان المصري او في التقديس والتأليه، مرحله التقديس والتأليه، كان هنا الانسان كان بيعبد اي حاجه الا ربنا. يعني هو بيعبد اي حاجه الا ربنا، بيعبد الظواهر الطبيعيه ايه كلها اللي بيخاف منها او اللي بتدي له ايه خير. طيب خلي بالك انا ممكن استنتج حاجه لما اكلمك عن الاساطير والخرافات، تعرف برضو ان انت في مرحله التقديس والايه والتأليه. ليه يا معلم؟ عشان خلي بالك لما الانسان يجي يقول لك مثلا القمر دوت مثلا اله الظلام او اله الشر مثلا، يعني مش دي اساطير وخرافات؟ طبيعي، ما هو الانسان من كتر الخوف عمل شويه ايه اساطير وخرافات في دماغه. فلما اكلمك عن اساطير وخرافات تعرف ان انت في مرحله التقديس والايه والتأليه. يبقى هنا الانسان او التقديس والتأليه، انا عايز بس ايه هنكتبهم كده في كذا حاجه عشان تبقى انت عارف. يبقى اول مرحله عندي التقديس والتأليه. اللي حصل هنا ظهرت مع الإنسان البدائي. طب وبعدين هنا الإنسان عبد كل الظواهر الطبيعية. طب خلي بالك الإنسان ما كانش فاهم الإيه؟ الطبيعة. خلي بالك اتجه لحاجة اسمها الأساطير والخرافات. وصلت معاك يا معلم؟ طيب تاني مرحلة هناخدها نقراها وبعدين هلخصها لك هنا. طيب تاني مرحلة كانت بتقول إيه؟ التفسير والتوظيف. طيب خلي بالك بقى
هنا ظهر واحد معاك اسمه طليس. طليس دخل المعبد، لقى واحد عمال يسجد للبقره. يا ابني انت بتعمل ايه يا ابني؟ الكلام دوت اللي انت بتعمله غلط. قال لك بس ده الاله بتاعي، انت بتتريق عليا يا عم طليس. راح طليس قال له ايه؟ قال له يا حبيبي صدقني الكلام اللي انت بتعمله ده غلط، مفيش حاجه اسمها كده، البقره ده ايه؟ حيوان. قال له يا عم انا مش فاهم الطبيعه. راح جه طليس قال له بس انت ما دام مش فاهم الطبيعه، انا هقول لك اسباب الاحداث اللي بتحصل دي ايه، اذا كانت بقى زلازل براكين، وهوظف لك كل حاجه في مكانها. يعني هنا طليس بدأ ايه؟ يقول له انا هفهمك الطبيعه. يبقى انا استنتج في التفسير والتوظيف الانسان بدأ هنا ايه؟ يفهم الطبيعه، صح ولا لا؟ يبقى كده التفسير والتوظيف لما جه عم طليس راح بدأ يفهم الايه؟ الانسان الطبيعه. وخلي بالك بدأ يقول له اسباب الحاجات اللي بتحصل، ويقول له كمان ووظف له كل حاجه في ايه؟ في مكانها. خلي بالك التفسير والتوظيف دي ما دام طليس يبقى ظهرت في العصر الايه؟ اليوناني، وكملت معانا كمان لحد العصر الايه؟ الوسيط. طب خلي بالك هنا الانسان بدأ يفسر الطبيعه، ويبدأ يقول لك كمان ان اصل الكون بدأت من اربع ايه؟ مواد، او اربع المواد بتاعتنا. زي مثلا ان في فيلسوف قال لك ان اصل الكون هو الميه، فيلسوف قال لك اصل الكون هو النار، فيلسوف قال لك اصل الكون مثلا النار، فيلسوف قال لك اصل الكون التربه. تمام؟ بدأ هنا يفسروا الايه؟ الكون. في واحد تاني قال لك اصل الكون هو الابيرون، اللي هم الاربع ايه؟ مواد او الاربع عناصر. فلما اجي اكلمك عن الحضاره اليونانيه، لما يجي يكلمك عن الفلاسفه، اذا كان طليس، افلاطون، ارسطو، هيراقليطس، اي حد منهم، تعرف على طول ان انت في مرحله اسمها التفسير والايه؟ والتوظيف. طيب خلي بالك مش بس كده، هنا كمان قالوا ان الكائن هو المستخلف على هذا الارض مكان الله. يعني ايه الكلام دوت؟ بيقول لك ان ربنا هو اللي متحكم في الكون، صح؟ وبيقول لك كمان ان ربنا بقى خلق الانسان عشان يكون مكانه على الارض ويتحكم في الارض. يعني بيقولوا من الاخر ان الانسان هو خليفة الله على الارض. ده احنا كده فين؟ في التفسير والتوظيف اللي هو في العصر الايه؟ الايه؟ اليوناني. جدع. طيب مش بس كده، ده بيقول لك كمان ان الله هيأ كل الارض لخدمه الانسان. يعني ربنا خلق كل الارض دي علشان بس ايه؟ خدمه الانسان. وكمان زود الحته دي، اتكلم عن المركزيه البشريه. ايه يا مستر المركزيه البشريه؟ ان الانسان هو مركز الكون، يعني الانسان هو اهم حاجه فين؟ في الكون. تمام؟ تمام. تعالى كده نلخص التفسير والتوظيف. عندنا التفسير والتوظيف، خلي بالك يا معلم، التفسير والتوظيف هنا الإنسان بدأ يفهم الكون. وخلي بالك بدأت مع العصر اليوناني. خلي بالك كان أهم واحد ميهم اللي بدأ اسمه طليس. هنا بدأ يفسر ويقول لك أسباب الكون، ويوظف كل حاجة في مكانها. وكمان قال أن الإنسان هو المستخلف على الأرض. وكمان قال أن الله هيأ الكون لخدمة مين؟ لخدمة الإنسان. مش بس كده، ده اتكلم عن المركزية البشرية أو الإنسانية، ودي كانت عبارة عن أن الإنسان أهم كائن في الكون. طيب تعالى كده معانا ناخد العصر او المرحله قصدي اللي بعديها، وهي الاستغلال والسيطره. وخلي بالك في ناس كتيره قوي بتفتكر من كلمه استغلال وسيطره ان هنا دي مرحله سلبيه. لا يا حبيبي، المرحله هنا كانت مرحله ايجابيه. طب تعالى كده اشرح لك يعني ايه استغلال ويعني ايه سيطره. ركز كده معايا. ثالث مرحله هي مرحله الاستغلال والسيطره. ركز كده معايا. ثلاثه: استغلال وسيطره. ايه مرحله الاستغلال والسيطره دي؟ تعالى كده ناخد كلمه الاستغلال عشان افهمها لك. هنا الإنسان بدأ يستغل الموارد البيئية لخدمته. يعني إيه الكلام ده يا معلم؟ يعني هنا الإنسان بدأ ياخد مثلا موارد خام
ويحولها لموارد منتجه. يعني ايه الكلام ده برضه يا مستر؟ يعني هنا يا معلم بدأ الانسان ياخد مثلا الرمل ويحوله ايه؟ زجاج. طب بدأ ياخد مثلا الحديد ويحوله مثلا ايه؟ العربيات. فاهم؟ فهنا بدأ يعمل ايه؟ ياخد الحاجات الخام ويحولها لايه؟ لمنتج يستخدمه. طب خلي بالك، هو هيحول المنتج ده بمنهج كده اسمه منهج الايه؟ التجربة. والكلمة دي مهمة. لما يكلمك عن التجربة تعرف ان انت في مرحلة الاستغلال والايه؟ والسيطرة. طب مثلا انت فهمتنا الاستغلال، ايه هو السيطرة؟ السيطرة يا معلم، السيطرة هنا بدأ الإنسان يسيطر أو يحكم على الظواهر الطبيعية. مش احنا كنا في التقديس والتأليه الإنسان ما كانش فاهم الطبيعة، ما كانش عارف يسيطر على البركان، ما كانش عارف يسيطر على الزلزال. بعد كده بدأ في التفسير والتوظيف، بدأ إن هو يعمل إيه؟ بص يفهم الطبيعة ويفهم إيه هو الزلزال ويفهم إيه هو البركان. بعد كده بقى في الاستغلال والسيطرة بدأ يسيطر على الإيه؟ الكوارث الطبيعية اللي ممكن تحصل زي الفيضان مثلا، راح بنى له إيه؟ بنى له سد، تمام؟ بدأ يستغل الموارد بتاعتها وينتج فيها. طيب يبقى احنا كده عندنا الاستغلال والسيطره. بص بيقول لك اهو، بدات هذه المرحله مع ظهور العلم الحديث. يبقى لما يكلمك عن الحلم الحديث تعرف على طول ان انت في استغلال والايه؟ والسيطره. بيقول لك كمان ان هو استخدم المنهج العلمي التجريبي. يبقى لما يكلمك عن المنهج العلمي التجريبي تعرف على طول ان انت في استغلال وايه؟ سيطره. خلي بالك المرحله دي مرحله ايجابيه، تمام؟ فبيقول لك هنا بقى اهو، بص، ظواهر الطبيعية واستغلال مواردها. هنا الإنسان بدأ يستغل موارد الطبيعة، تمام، علشان تفيد الإنسان الرفاهيات بتاعته. رفاهيات الإنسان يعني مثلا زي ما قلت لك إن هو استخدم الرمل وحولها لإيه؟ لزجاج. طيب ركز بقى معايا. عندنا رابع حاجة اسمها القهر والاستبداد. وخلي بالك بقى دي المرحلة السلبية. هنا المرحلة السلبية. في فرق من الاستغلال والسيطرة والقهر والاستبداد. الاستغلال والسيطرة كانت مرحلة إيجابية، لكن القهر والاستبداد مرحلة إيه؟ سلبية. هنا بقى ظهرت التكنولوجيا، بدأت مع التقدم العلمي المبهر وأدى إلى قهر الطبيعة وتحولات حادة في ظواهر وكائناتها. وأفهمك يعني إيه دلوقتي. بل شملت تحولات في حياة الإنسان نفسه، شملت التحولات الطبيعية والكائنات الحية وأعمارها وأشكالها. وقد صاحب ذلك ظهور عدة مشكلات مثل التصحر والجفاف وظهور الايه؟ الامراض. يعني ايه الكلام ده مثلا؟ في القهر والاستبداد بدات يا معلم ان هي تظهر التكنولوجيا، وظهرت في العصر المعاصر. وايه اللي حصل يا معلم في القهر والاستبداد؟ ركز كده معايا. بدا التكنولوجيا طبعا تتقدم وبالذات في الطب، تمام؟ فبدا يحصل كمان تحويلات، حاجه اسمها تحويلات جينيه. يعني ايه تحولات جينيه مستر؟ تعرف ان دلوقتي تقدر مثلا والام هي لسه حامل في الطفل، مثلا الطفل دوت هيبقى عيونه سودا زي ابوه وامه، نقدر نحول او نلعب في الجين ونخلي عينيه خضراء. تعرف هذا؟ طب تعرف ان كان احنا عندنا حاجه اسمها البطيخه مدوره، دلوقتي بقينا نعرف نعمل بطيخه مثلثه، بطيخه مربعه، بطيخه مستطيله، ايا كان. تعرف ان احنا بقينا نخترع كمان انواع من الايه؟ من الفاكهه. كل ده بسبب لعب الايه؟ الجينات. طب خلي بالك، انا دلوقتي من كتر ما استخدام المواد الكيميائيه ادى للمناطق الزراعيه حاجه اسمها التصحر. يعني ايه التصحر؟ يعني ما بقاش في زراعه في المنطقه دي، بقت اتقلبت لصحراء. وجفاف اهو، جفاف للتربه بسبب المواد الايه؟ الكيميائيه. طب بسبب المواد الكيميائيه اللي حصلت دي ظهرت الايه؟ الامراض. اهي الامراض الفتاكه، يعني الامراض اللي ممكن تموت الايه؟ الانسان. فالقهر والاستبداد لما يكلمك انا امتى اختار القهر والاستبداد؟ بص ركز كده معايا. امتى اختار القهر والاستبداد؟ ادي القهر والاستبداد. بص يا معلم، انا امتى اختار القهر والاستبداد؟ دي اولا ظهرت مع التقدم التكنولوجي. طب حلو يا مستر، بعد ما ظهر التقدم التكنولوجي ايه اللي حصل؟ هنا بدأ الانسان يحصل فيه حاجه اسمها عبث في البيئه. يعني ايه يا مستر؟ يعني بدأ من كتر ما التقدم التكنولوجي حصل، بدأ ان هو كمان يبقى
يحصل عبث في البيئة، زي مثلا التحويلات الجينية اللي حصلت امتى؟ قصدي فين؟ في الفاكهة مثلا، أو التحويلات الجينية اللي حصلت في الإنسان، أو مثلا مشكلة زي تلوث التربة، أو مشكلة زي تلوث الهواء، أو مشكلة زي تلوث المية. طب من الآخر كده امتى اختار القهر والسداد؟ لما يجيب لك أي مشكلة حصلت في البيئة. فهمت. يبقى أول ما يجيب لي أي مشكلة حصلت في البيئة يجيب لي إن المرحلة دي مرحلة سلبية، مرحلة سلبية، والحتة دي مهمة جدا، مرحلة سلبية. تعرف على طول ان انت في القهر والايه والاستبداد. لكن الاستغلال والسيطرة دي مرحلة ايجابية، اوعى تتلخبط في الحتتين دول. طيب بعد كده عندنا اخر حاجة الاحترام والصون. لما لقى الفلاسفة والعلماء ان في عبث كتير حصل في البيئة، قال لك لا يا جماعة، لازم نحترم ونصون الايه العشرة. لازم نحترم ان البيئة دي بتدينا اكل، صح؟ فاحنا لازم ايه نحترم العشرة دي. فكلمة الصون هي احترام الايه العشرة. فاحنا لازم نحترم ونصون البيئة. طيب ايه اللي حصل هنا يا معلم؟ بيقول لك ايه؟ الفلاسفة لما شافوا ان في عبث حصل في البيئة كتير، قال لك احنا هنعمل 3 قوانين او 3 قواعد. ايه هم؟ اول حاجة احنا عندنا الاحترام والصون. طيب ايه اللي حصل هنا؟ الفلاسفة والعلماء شافوا ان في عبث حصل كتير في البيئة، فقال لك خلاص احنا هنعمل 3 قواعد حلوين. اول قاعدة اسمها اخلاقيات، وافهمك يعني ايه البحث العلمي. طيب تاني قاعدة قلنا ان احنا تخصيص مبالغ ضخمة للحفاظ على البيئة. طب تالت حاجة تشريع قوانين للحفاظ على البيئة. ايه الكلام ده؟ ركز بقى معايا. بص يا معلم، خلينا بس نشرح الاثنين التانيين عشان هما باينين. بيقول لك في مرحلة الاحترام والصون بدأ ان احنا عايزين نخصص مبالغ، يعني فلوس ضخمة، عشان نقدر نحافظ على البيئة. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني مثلا انا اخلي في الدولة ميزانية كده مخصصة للبيئة. ليه؟ لو حصل اي كوارث في البيئة اقدر ان انا ايه اصلحها من التخصيص للايه من المبالغ اللي انا خصصتها للبيئة. تمام؟ يبقى انا هخصص مبالغ ضخمة علشان احافظ على الايه على البيئة. دي اول حاجة. طب تاني حاجة تشريع قوانين الحفاظ على البيئة. يعني ايه تشريع قوانين الحفاظ على البيئة؟ يعني مثلا انا هنزل قوانين ان اللي هيعمل اي مشكلة في البيئة هي مثلا هيتحبس او هيدفع ايه غرامة. يبقى دي اسمها تشريع قوانين الحفاظ على الايه على البيئة. يبقى هنا المفروض ان الدولة هتعمل قوانين ان اللي هيبعث يعمل ايه عبث، مش عارف ليه جاي معايا يبعث اللي هيعمل عبث في البيئة، في البيئة، هي ايه هيتسجن على طول يا باشا، يترحل كده ويتسجن ويدفع ايه غرامه. طب ايه بقى اخلاقيات البحث العلمي؟ ركز بقى معايا. هل الانسان او الدكتور علشان يعمل بحث علمي، تمام، لازم يكون عنده اخلاقيات، يعني يكون عنده مبادئ. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني ركز كده معايا. هنا مثلا انا رحت عايز اعمل تجربه على الانسان، فانا عشان اعمل تجربه على الانسان لازم الانسان دوت يكون فاهم اضرار التجربه، ولازم يكون فاهم التجربه دي عباره عن ايه. تمام؟ فوافق على الاثنين دول اقدر ان انا اعمل له ايه التجربه. طب هنا انا بكلم الانسان، طب لو انا عايز اعمل تجربه على الحيوان هكلم الحيوان؟ اكيد لا، صح ولا ايه؟ ولا انت هتكلم الحيوان؟ لا، هنا هتعمل ايه يا معلم؟ انت هتروح لحقوق الايه الحيوانات، وهتقول له على التجربه بتاعتك، وهتقول له مثلا دي التجربه هتكون 1 2 3 والمخاطر بتاع التجربه والمضاعفات اللي ممكن تحصل بسبب الايه التجربه. فهم يوافقوا او ايه اي ما يوافقوش. فهنا اخلاقيات البحث العلمي، قبل ما اعمل بحث علمي لازم يكون عندي شويه مبادئ، اللي هو ان انا ما اعملش البحث غير لما اخد موافقه من اللي هيتعمل عليه ايه البحث.
وبكده انا خلصت لك يا معلم ال5 مراحل بتوعك. عندي اول مرحله التقديس والتأليه، بعد كده التفسير والتوظيف، بعد كده الاستغلال والسيطره، بعد كده القهر والاستبداد والاحترام والصون. انا عايز اجيبهم لك كده هنا عشان تبقى انت تاخدهم سكرينات شوت كده كلهم. عندنا التقديس والتأليه، بعد كده التفسير والتوظيف، اديك شفتهم، خدهم سكرين كده معلم بسرعه. بعد كده عندنا الاستغلال والسيطره، خدها برضو سكرين عشان تبقى انت عارفها. بعد كده عندنا الاحترام والايه والصون. طيب انا المفروض ده الجزء الاول بتاع فلسفه البيئه. انا بقى هكمل معاك الجزء الثاني وهو الفكر البيئي في العصور المختلفه. احنا عندنا 3 عصور كانوا بيفكروا بالبيئه بشكل ايه مختلف. عايزك تركز معايا فيهم عشان ايه هم سهلين، بس يعني ركز معايا عشان بيجي فيها اسئله كتير، بالذات الاسماء اللي هناخدها في الحضاره العربيه والفكر البيئي عند الغرب. ركز معايا. اول حاجه معلم هي الفكر البيئي عند المصري القديم. وانا لما اتكلم عن المصري القديم يبقى بتكلم عن مين؟ الفراعنه. بتكلم عن مين؟ عن الفراعنه. طيب بيقول لك من كتر حب الشديد من الفراعنه للبيئه لدرجه ان هم عبدوا البيئه. يبقى المصري القديم حب البيئه، المصريين القدماء حبوا البيئه جدا وحافظوا عليها جدا لدرجه ان هم عبدوا الايه؟ البيئه. طيب يا مستر انت قلت ان المصري القديم من كتر حبه الشديد للبيئه عبد البيئه، ممكن تديني دليل ان المصري القديم دوت حب البيئه؟ معلش انا راجل كده بحب الايه؟ الدلائل. يعني يا معلم انا اديك 4 دلائل مش دليل واحد بس. ركز كده معايا هنا. ايه الدليل؟ انا بقول لك اهو. ايه الدليل ان المصري القديم حب البيئه؟ اول حاجه يا معلم حاجه اسمها كتاب الموتى. ركز بقى معايا في الحته دي. صدقني صدقني يا ابني ما هتلاقي في حد بيشرح لك بنفس التفاصيل دي على اليوتيوب. انا عاملها لك كده عشان انا بحبك لله في لله، عشان انت غلبان. انت غلبان صدقني، انت كحيان يا محمد، كحيان ومش عارف، مش لاقي اي حاجه. ركز معايا. اول حاجه كتاب الموتى. ايه اللي حصل في كتاب الموتى ده؟ كتاب الموتى دوت يا معلم يشبه، هو مش هو بس يشبه لمثلا المصحف او الكتاب المقدس. المصحف مثلا بيقول لك عشان تتقرب لربنا لازم ايه؟ تصلي. والكتاب المقدس برضو بيقول لك عشان تتقرب لربنا لازم ايه؟ تصلي. فهم كان عندهم حاجه اسمها كتاب الموتى. ده كان بيقول لك علشان تقرب لربنا لازم تحافظ على البيئه. طب ما هو ده دليل ان هم عندهم كتاب كان مكتوب فيه نص ان انت عشان تقرب لربنا لازم تحافظ على الايه؟ على البيئه. فبيقول لك اهو ادرك المصري القديم ان الحفاظ على البيئه كان احد وسائل التقرب لربنا، الى الاله. يعني انا علشان اتقرب لربنا او للاله لازم احافظ على الايه؟ على البيئه. يبقى ده دليل قاطع في كتاب الموتى ان انا علشان اقرب للاله لازم احافظ على الايه؟ على البيئه. طب مستر اديني تاني دليل. تاني دليل يا معلم هي تعويذه اعلان البراءه. ايه بقى تعويذه اعلان البراءه دي؟ ركز كده معايا انا هحاول امثلها لك، ودي بتكون للمتوفي. هنا الانسان المصري القديم شايف ان هو كان بيؤمن بالبعث والخلود. طبعا انت عارف المعلومه دي من ثالثه ابتدائي. طيب لما الانسان المصري القديم بيؤمن بالبعث والخلود اللي هو الحياه الثانيه يعني، فكان بيعمل في المقبره بتاعته كل الامكانيات بتاعته بقى اللي هو الحاجه اللي عاش بيها، اذا كان الملبس او الاكل او الحاجات اللي بيحط فيها الاكل. تمام. فكان في وسط المقتنيات دي كان بيحط كده حاجه اسمها تعويذه اعلان البراءه. يعني ايه تعويذه اعلان البراءه؟ كلمه اعلان البراءه دي مهمه. هنا الانسان المصري القديم كان شايف، ركز كده معايا، شايف مثلا انا مت اهو دلوقتي. تمام. فالانسان المصري القديم شايف لما يبعث في الخلود المره الجايه شايف ان هو هيقابل الاله، فيقوم عامل ايه؟ يقوم ساجد له كده ويديله تعويذه اعلان البراءه. طب تعويذه اعلان البراءه دي بيبقى مكتوب فيها ايه؟ بيجي يقول له بتبدا بسلام عليك ايها الاله العظيم في تعويذه اعلان البراءه. وبعد كده يعمل ايه؟ يبدا الانسان المصري القديم في تعويذه اعلان البراءه دي يبرأ نفسه من اي مشكله حصلت في البيئه. يبدا يقول له انا ما بوظتش البيئه، انا ما بوظتش التربه، انا ما لوثتش الهواء، انا ما عملتش حاجه في الكائنات الاخرى، انا حافظت على النباتات، انا مش عارف ايه. تمام. فيبدا يبرأ نفسه من اي مشكله حصلت فين؟ في البيئه. فهنا بيقول لك اهو يؤكد فيها على احترامه للكائنات الاخرى وحقوقها والبيئة.
تمام. فهنا تعويذ اعلان البراءه خلي بالك دي بتكون المتوفي، يعني الانسان بيكون مات وبيتكلم عن هو بعث في الخلود، فحصل ايه؟ بيقول لك بقى ان هو يبدا في المرحله دي يبدا يبرأ نفسه من اي مشكله حصلت فين؟ في البيئه. طيب بعد كده عندنا احترام الفكر المصري القديم للبيئه. بتقدر تقول لي ازاي المصري القديم احترم البيئه؟ بيقول لك ان كان الفكر بتاع المصري القديم من كتر حبه الشديد للبيئه قدس البيئه. بص اهو، كان المصري القديم يعظم ويقدس مظاهر الطبيعه مثل السماء والحيوانات. وبيقول لك ايه؟ وكانت هذه المظاهر تمثل مصدر مهما في الديانات المصريه. وخلي بالك ده خلاها كمان منهل للديانات بتاعته. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك من كتر ما حب المصري القديم كان بيحب البيئه قوي قوي قوي، خلى البيئه او ظواهر الطبيعيه بتاعت البيئه منهل للديانات بتاعته. يعني ايه يا مستر منهل للديانات بتاعته؟ يعني مصدر للديانات بتاعته. يعني مثلا بيقول لك من كتر حبه الشديد في البيئه مثلا عبد الشمس، عبد القمر، خلى الشمس هي مصدر الديانه بتاعته، خلى القمر هي مصدر ايه؟ الديانه بتاعته. طب ما ده دليل يا مستر ان المصري القديم كان بيحب البيئه، صح ولا لا؟ طيب اخر او رابع حاجه عندي هي تقديس المصري القديم لنهر النيل. ركز كده معايا. هنا المصري القديم كان بيحب نهر النيل جدا 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 لدرجه ان هو عمل له اناشيد ونصوص ايه؟ دينيه. فخلي بالك حتى كمان بيقولوا ان في اسطوره، في حاجه اسمها عروسه النيل. ايه عروسه النيل دي يا مستر؟ كان كل سنه يجوا في عيد مثلا النيل يرموا له احلى واحده موجوده فين في العالم للنيل علشان تكون دي عروسه ليه. فهو المصري القديم كان بيحب النيل وكان بيحافظ عليه جدا، ويا ريت ان احنا فعلا نحب النيل لدرجه ان احنا نحافظ عليه، بس مش نعمل له عروسه النيل يعني او نعمل له اناشيد، لا، بس ان احنا نحافظ عليه، يعني ما نوسخوش، ما نرميش حاجه فيه بتاع، يعني نعمل شويه زي المصري الايه القديم. فبيقول لك ان هو كانوا يقدسون نهر النيل لدرجه الايه العباده، وكمان عملوا له تراتيل واناشيد من خلال ايه صلواتهم. يبقى انا عندي 4 اثباتات لحد دلوقتي اهو، بحاول اجيب اصغرهم لك شويه في دليل احترام المصري القديم للبيئه. اول اثبات كتاب الموتى، وده كان الانسان مكتوب عنده عشان تتقرب لله لازم تحافظ على البيئه. تاني حاجه تعويذه اعلان البراءه، ودي كان المتوفي بيتلوها قدام الاله العظيم بيقول له سلام عليك ايها الاله العظيم، ويبدا يبرأ نفسه عن الكائنات الاخرى ان هو احترمها واحترم البيئه. بعد كده بيقول لك ان المصري القديم كان بيستخدم الظواهر الطبيعيه منها للديانات بتاعته، يعني خلى الشمس مثلا مصدر الديانه بتاعته. بعد كده اخر حاجه بيقول لك تقديس نهر النيل. وهنا لما يبدا يكلمك على فكره يعني حلو هنا نستدل لما يكلمك عن الفيضانات بتاع نهر النيل تعرف على طول، او مثلا يعني مثلا يقول لك ايه؟ الاله من كتر حبه فينا ادانا فيضانات. حلو حلو الاستنتاج ده قوي. فيقول لك انهي واحده من مثلا استدلال الفكر البيئي مثلا عند المصري القديم. كتاب الموتى تعويذ اعلان براءه، احترام مصر القديم، تقديس مصر القديم لنهر النيل. فانت تعرف ما دام فيضانات دي تقديس ايه؟ المصري القديم لنهر النيل، عشان ربطه لك بالايه؟ بالميه. تمام تمام. طيب بعد كده عندنا الحضارة العربية الإسلامية، وهنا هناخد 2 مهمين، واحد اسمه علي بن رضوان والتاني عبد الرحمن ابن خلدون. ركز بقى معايا فيهم كده يا معلم. لو فصلت روح اشرب حاجة وتعالى، بالله عليك لا تيجي، بالله عليك لا تيجي، ما تروحش وما تجيش. تمام؟ ركز معايا. طيب عند الحضارة العربية الإسلامية، وهنا قلنا إن إحنا هنتكلم عن 2، واحد اسمه علي بن رضوان، واحد اسمه عبد الرحمن ابن خلدون. طيب ركز معايا. علي بن رضوان ده بيقول لك كان الفيلسوف والطبيب المصري. خلي بالك كلمة الطبيب دي مهمة قوي 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 قوي. لازم تعرف ان علي بن رضوان هو كان دكتور او كان ايه؟ طبيب. ليه يا مستر؟ عشان بيقول لك علي بن رضوان كان بيحب برضه البيئة، وهو عشان كان دكتور بص عمل ايه؟ اهتم بدراسة تأثير المكان وعناصر البيئة والمناخ على الإنسان. يعني شايف ان المكان والمناخ بيأثر على الإنسان، وربط المناخ والمكان بالأمراض والأوبئة اللي ممكن تصيب الإنسان. يعني إيه الكلام ده يا مستر؟ يعني مثلا علي بن رضوان كان دكتور، فبيقول لك لو أنت عايش مثلا في الصعيد، تمام، فأكيد هتنزل مثلا الترعة، فهيجي لك مرض اسمه البلهارسيا، صح ولا لأ؟ فربط بص أهو المكان
بالايه؟ بالمرض. طب يعني ايه ربط المناخ بالمرض يا مستر؟ بيقول لك مثلا في فصل الشتاء بيجي لنا برد، بيجي لنا سخونه، في فصل الصيف بيجي لنا مثلا جفاف البشره، فمرض المناخ بالايه؟ بالمرض. فلما يكلمك، حلوه حلوه قوي دي، حلوه قوي دي عشان تركز معايا فيها، علي ابن رضوان. علي بن رضوان ده معلم كان طبيب. يعني ايه يا مستر كان طبيب؟ يعني لما يكلمك عن الامراض والاوبئه ويربطهم، حلوه دي، ويربطهم بالمكان، ويربطهم بالمكان والمناخ. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني مثلا انت عايش في الصعيد، فبيقول لك ان انت عشان عايش في الصعيد ممكن يجي لك مثلا مرض بسبب الترعه البلهارسيا. طب ايه المناخ؟ انت مثلا في فصل الشتاء هيجي لك مرض مثلا اسمه البرد. فهنا عمل ايه؟ اول ما يكلمك عن امراض واوبئه تعرف على طول ان انت في علي بن ايه؟ ابن رضوان. كلمك عن امراض اوبئه تعرف على طول انت في علي بن ايه؟ رضوان. اديني قلت اهو. طيب بعد كده عندي عبد الرحمن ابن خلدون، ودوت كان فيلسوف تونسي وهو مؤسس علم العمران، واللي بعد كده بقى اسمه علم الاجتماع. لما تكمل معايا تانية ثانوي وان شاء الله هناخد علم النفس وعلم الايه؟ الاجتماع. طيب ركز معايا يا حبيب قلبي. بقول لك عبد الرحمن بن خلدون دوت مؤسس علم العمران. كلمة علم العمران هي علم الايه؟ الاجتماع. يعني بيتكلم عن ايه؟ عن المجتمع. يبقى كان فوق علي بن رضوان كان دكتور، فمرضها قصدي ربطها بالايه؟ بالامراض والاوبئه. طب عبد الرحمن دوت كان مؤسس علم الاجتماع، يعني بيتكلم عن المجتمع، فهيربط بقى الفكره بتاعته بايه؟ بالبيئه بايه؟ بيقول لك ايه؟ اول حاجه تميز بين البيئات الصالحه للعمران والبيئات الغير صالحه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لك عبد الرحمن بن خلدون ايه البيئه اللي بتنفع ان انت تعيش فيها والبيئه اللي انت ما ينفعش تعيش فيها. يعني مثلا بيقول لك ما ينفعش تعيش في الصحراء، ما ينفعش تعيش في الجبال، صح؟ لكن ينفع تعيش مثلا في وسط المدينه. يبقى هو عمل ايه؟ ربط بالبيئه الصالحه للعمران والبيئه الغير ايه؟ صالحه للعمران. ده عمل حاجه كمان، استعرض الاقاليم الجغرافيه المختلفه ووضح اثرها على البشر من حيث الاخلاق، المهن والملابس والاقوات والمباني. يعني ايه الكلام ده؟ كلمه الاقوات هي الاكل والشرب، تمام؟ يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ عبد الرحمن بن خلدون، بص ركز كده معايا، عايزك بس تاخد كده سكرين. خد، يلا بينا. عبد الرحمن بن خلدون بيقول لك ايه؟ ابن خلدون ده كان تونسي، هو مؤسس علم العمران أي علم الاجتماع. طيب عبد الرحمن بن خلدون ده بيقول لك إيه؟ البيئة الصالحة اللي أنت تقدر تعيش فيها والبيئة الغير صالحة اللي أنت ما تقدرش تعيش فيها، زي مثلا هنا الصحراء وهنا مثلا المدينة. طيب وقال لك إيه؟ خلي بالك أثر المكان من حيث اذا كان بقى الملبس او المهن او الاكل والشرب والكلام ده. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني مثلا لو انت انسان عايش في صعيد مصر، اللبس بتاعك هيكون ايه؟ جلابيه، صح؟ الاكل بتاعك بقى، الاكل بقى اللي هو الحلو ده، البط والوز والفرخه البلدي والسمنه البلدي والبيض بالسمنه البلدي، صح ولا ايه؟ فانت هتعيش في الصعيد كده، هتكون شغال ايه مثلا؟ حاجه من اتنين، يا اما راعي مثلا غنم يا اما ايه؟ مزارع. طيب لو انت نفس الانسان ورحت عشت مثلا او كنت عايش في اسكندريه، طيب في اسكندريه هيكون اللبس بتاعك مختلف، صح؟ مش هيكون جلابيه، هيبقى مثلا اللبس بتاعهم، عارف انت اللبس الاسكندراني اللي هو فيه كده البنطلون كده اللي هو الضخم ده، مش فاكر اسمه ايه، مع القفطان تقريبا حاجه زي كده والطاقيه. يعني عارف انت لبس الاسكندريه ده المختلف، صح؟ يكون مثلا الشغله بتاعتك هتكون ايه؟ صياد، صح؟ احلى اكله بتاعتك هتكون ايه؟ السمك. طب لو انت عايش مثلا في المدينه، لو انت عايش في المدينه هيكون مثلا اللبس بتاعك قميص وبنطلون. هتكون مثلا شغال في مصنع، الاكل بتاعك فول بقى وطعميه وكشري والحاجات المقرفه اللي احنا بناكلها هنا دي. لا طبعا ده اكل ربنا، انا بهزر. طيب بعد كده بيقول لك عبد الرحمن بن خلدون اتكلم عن اثر الهوى في اخلاق البشر. يعني ايه اثر الهوى في اخلاق البشر دي يا مستر؟ بيقول لك كده يا معلم، تخيل كده لو ابوك داخل من البيت في الصيف
قرفان ومش طايق نفسه، والجو كان حر وقاعد في الميكروباص والدنيا ملزقه، والراجل اللي جنبه كانت ريحه بطنه زي الزفت. تمام. وهو داخل البيت رحت انت جاي عايز تحضنه، ابوك هيعمل ايه؟ او جاي تكلمه مثلا في موضوع، ابوك هيعمل ايه؟ يعني هو تقريبا الحاجه اللي توضح ان هي مش محتاج ان احنا نسمع، مش محتاج ان احنا نسمع ابوك هيقول ايه، صح؟ طب تخيل بقى ابوك نفس اليوم راح قام دخل خد دش، تمام، كل شرب، قعد في التكييف، ايه اللي هيحصل؟ هيقدر ان هو ياخدك بالحضن ويلعب معاك ونهزر والبط تقوم تلعب بالنوم، صح ولا لا؟ ليه؟ علشان هنا الهواء بقى مهيأ لاخلاق الايه؟ البشر. تمام. تمام. يبقى خلي بالك، اكلمك عن امراض اوبئه ربطها بالمدينه او المناخ، يبقى ده علي بن ايه؟ رضوان. هتكلمك عن المجتمع، هتكلمك عن المهن، عن الملابس، هتكلمك عن الصنعه اللي انت شغال فيها، هتكلمك عن البيئه اللي ممكن اعيش فيها والبيئه اللي ما اعيش فيها، هتكلمك عن اثر الهوى في اخلاق البشر، عبد الرحمن بن مين؟ ابن خلدون. ادالك مثل اهو، بيقول لك اهل البدو اقرب للشجاعه من اهل الحضاره. ليه يا عم؟ لان اهل الحضاره سعوا للراحه وانغمسوا في حياه الايه؟ النعيم والترف او الترفيه. بعد كده عندنا الفكر البيئي عند الغرب، ودينا هناخد حاجتين، هناخد اتنين، واحد اسمه ألدو ليبولد، واحد اسمه هانز يوناس. طيب، ألدو ليبولد معلم ده اتكلم عن حاجة اسمها أخلاق الأرض. إيه يا مستر أخلاق الأرض ده؟ بص يا معلم، ألدو ليبولد شاف الإنسان، ركز كده معايا، شاف الإنسان، أنا هعتبر نفسي الإنسان، أو أنا هعتبر نفسي ألدو ليبولد، ماشي؟ وده الإنسان. أنا هرسم لك هنا الإنسان أهو، هنعتبر، تعال ناخد صفحة جديدة، تعال صفحة جديدة ونبدأ من أول وجديد، أنا وأنت لوحدينا. نركز كده معايا، عايزين صفحة تانية بالله عليك، زود لنا صفحة بالله عليك يا أخويا. ماشي. بص كده، ألدو نيوبولد ده اتكلم عن حاجة اسمها أخلاق الأرض. بص بقى، ألدو نيوبولد شاف الإنسان عقيم وهو واقف، وراح الإنسان جه قال، بص أنا عايزك تركز معايا عشان تعرف مين اللي قال ومين الرد. الإنسان قال لك أنا سيد الأرض، ماشي يا عم سيد، وقال لك أنا الإنسان المستعمر الوحيد في الأرض. يعني إيه الكلام ده؟ الإنسان العقيم اللي واقف ده قال لك أنا سيد الأرض، أنا الوحيد المستعمر على الأرض، مفيش غيري فين؟ في الأرض. فأنا قلت لبولد، رحت داخل على الإنسان العقيم ده وقلت له يا معلم يا اللي سيد الأرض يا اللي المستعمر الوحيد على الأرض، لازم يكون عندك حاجة اسمها أخلاق الأرض. يعني إيه أخلاق الأرض؟ يعني تحترم أي كائن موجود عندنا في الإيه؟ الكائنات الأخرى. طيب أنا هعتبر مثلا ده الإنسان، فأنت يا عم الإنسان مفروض تحترم الجماد، هنعتبر مثلا ده جماد عشان جبل، مفروض تحترم النبات مثلا، تمام، المفروض تحترم الحيوان، مش عارف دي ايه بقى، تقريبا سحلفة اي حاجة يعني. ماشي، المفروض تحترم اخوك برضو الايه؟ الانسان. فهنا قلت لك احترم جماد، برضو ايه؟ النهر برضو احترمه، احترم الايه؟ التربه. يعني انا جيت قلت الدور بولد جه قال ان المفروض الانسان يحترم الجماد، النبات، الحيوانات، تمام، او مثلا التربه، النهر، اي حاجه من دول، لازم تحترم كل الكائنات اللي موجوده معاك في الارض، وما تقولش ان انت الوحيد السيد الايه؟ الارض. يبقى لما يكلمك عن احترام الكائنات الاخرى يبقى ده الدو ايه؟ الدو بولد. طب تعالى كده خد سكرين بسرعه. خدت؟ ماشي. طب لما يجي يكلمك مثلا هانز، انا عايز اخلص اهو عشان بس ما اطولش عليك، عندنا هانز وناس، وده اتكلم عن حاجتين، اتكلم عن المسؤوليه وحقوق الاجيال الاخرى. يعني ايه الكلام ده يا معلم؟ بص، هانز وناس قال لك ايه، ركز كده معايا في الحته دي. هانز وناس قال لك ايه؟ اول حاجه المسؤوليه. ايه المسؤوليه دي يا مستر؟ قال لك مين الوحيد اللي عنده عقل؟ احنا كلنا ردينا قلنا الانسان. مين الوحيد اللي فهم معنى كلمة المسؤولية؟ رحنا قلنا الإنسان. مين الوحيد اللي يدرك معنى كلمة المسؤولية؟ ردنا كلنا قلنا الإيه؟ الإنسان. قال لك خلاص هنزو ناس، يبقى الإنسان هو المسؤول عن الكائنات الأخرى. يعني هو المسؤول عن الحيوانات والنباتات والإيه؟
والجمادات، يعني المفروض يخلي باله ايه منهم. طب لما اتكلم عن حقوق الاجيال الاخرى، هنتكلم عن حقوق الاجيال الاخرى. يعني ايه الكلام ده يا معلم؟ هانز يوناس نفس الفكره، قال لك ان انت ما ينفعش تستنزف كل الخامات اللي موجوده عندك علشان الاجيال اللي جايه تلاقي ايه موارد تستخدمها، في نفس الوقت لازم تحافظ على البيئه لاجل برضو الايه الاجيال القادمه. يبقى انت ايه الفرق بين الدو ليوبولد وهانز يوناس؟ هانز يوناس اتكلم ان الانسان لازم يكون مسؤول عن الكائنات الاخرى، لازم يحافظ على الاجيال ايه اللي جايه، حقوق الاجيال اللي جايه. لكن الدو ليوبولد اتكلم عن الانسان هو لازم يتعامل، او عنده حاجه اسمها اخلاق الارض، ان هو لازم يتعامل مع كل الناس، انه مش رائد الارض الوحيد، لكن معاه كائنات تانية ايه يحترم برضه حقوقها. تمام تمام. طب خلي بالك، عندي اخر حاجه كده، الثلاث توجيهات في الفلسفه. اول توجيه اسمه التوجيه النفعي، تمام؟ والتوجيه دوت بيتكلم عن ايه؟ خلي بالك التوجيه ده انا بسميه يعني التوجيه المصلحي، التوجيه النرجسي. يعني ايه التوجيه النرجسي؟ التوجيه ده يا معلم خلي بالك هو عايز يحافظ على البيئه لاجل مصلحته. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا يجي يقول لك ايه، انا حمايه الثعابين لانها تكافح الفئران. بص بص بص، هيحمي الثعابين عشان مثلا ايه تكافح الايه الفئران. حمايه الاعشاب لفائدتها الطبيه، بص حمى الاعشاب علشان ايه تفيده في الطب. فهو هنا التوجيه الاول بتاع مصلحته، بيحمل حاجه، بص بص بيحمل حاجه علشان ايه عشان مصلحته. لكن التوجيه الثاني اللي هو اسمه البيئوي او الحضري او المثالي، البيئي دوت بيعمل ايه؟ بيقول لك بيدافع عن البيئه لاجل كيان البيئه فقط لا غير. ده التوجيه ده بيحب البيئه يا معلم، بيدافع عن البيئه عشان هو فقط لا غير بيحب الايه البيئه. هنا بيقول لك اهو، يجب على كافه البشر الحفاظ على الحيوانات المهدده بالايه بالانقراض ووضعها في محميات ايه طبيعيه. هنا الانسان بيقول لك ان هو عايز يحافظ على البيئه، حتى الكائنات اللي قربت تنقرض عايز ايه يحافظ عليها ويحطها في محميه طبيعيه. طب ممكن تديني مثلا على الاثنين؟ لما اجي كده اقول لك هنا انت اهو تختار الصرصار، تقتل الصرصار، تقتل مثلا الجاموسه، هتيجي تقول لي ايه؟ لا يا مستر انا هقتل مثلا الصرصار ليه؟ علشان مش هيجيب لي منه فايده، لكن الجاموسه هتجيب لي فايده. يبقى دوت التوجيه النفعي. طب لو جيت قلت لك تقتل الصرصار ولا تقدر مثلا الجاموسه، هتيجي تقول لي لا يا مستر ولا هقتل ده ولا هقتل ايه ده، انا هخلي الاثنين علشان احافظ على الايه على البيئه. ده البيئي التوجيه الثاني اللي هو البيئي الخضري الايه المثالي. عندنا التوجيه الوسطي وده الاخير، ودوت بيقارب ما بين الاثنين. يعني ايه يا مستر؟ يعني دوت بيقول لك انا هستغل البيئه، لكن في نفس الوقت برضه هحترم البيئه ومش ايه مش هضرها. فهنا هيستغل البيئه لكن مش هيضر البيئه، هيحافظ على الايه هيحافظ برضه على البيئه. وبكده يا معلم انا خلصت معاك فلسفه البيئه اخيرا كلها، الجزئين خلصتهم كلهم. انا عايزك بقى تركز كده معايا يا معلم وتاخد كده بق كده حلو عشان نكمل ايه المنطق، درس صغير مش هيكمل معاك ربع ساعه. يلا بينا يلا بينا. شربت يا معلم الحاجه بتاعتك؟ يلا بينا بقى نكمل ايه اول حصه في المنطق. عايزك بقى تركز معايا عشان المنطق برضو ايه ده كان بتاع ثالثه ثانوي، فيلا بينا يا كبير. طيب اول حاجه تعريف كده شويه صغير، بيقول لك ايه؟ العلم منهج في التفكير. يعني ايه يا مستر كلمه العلم منهج في التفكير؟ كلمه منهج يا حبيب قلبي معناها خطوات. فهنا بيقول لك خطوات العلم، خطوات في التفكير. يعني عشان اقول ان الاسلوب ده اسلوب علمي، عشان اقول ان الاسلوب ده اسلوب علمي لازم يكون بيتبع خطوات، لازم يكون بيتبع ايه خطوات. طب بيقول لك ايه؟ خلي بالك الموضوعات التي يدرسها العلماء مختلفه. الموضوعات اللي بيدرسها العلماء مختلفه. زي ايه يا مستر؟ زي مثلا الكيمياء، الفيزياء، علم الاحياء، علم البيولوجيا، الرياضيات، المنطق. بص بص، الموضوع اللي هو اللي هندرسه مختلفه من كل العلماء. لكن خلي بالك، بص بص، على الرغم من اختلاف المواضيع يشتركون، ودي مهمه، في نفس المنهج اسمه المنهج الايه التجريبي. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني بيقول لك ان مثلا في عالم بيدرس الفيزياء، يعني ادي عالم بيدرس مثلا الفيزياء، وفي عالم تاني بيدرس كيمياء، وفي عالم تاني بيدرس مثلا الطب اللي هو الاحياء. تمام؟ اهو كذا عالم بيدرس موضوعات مختلفة، لكن خلي بالك كلهم بيشتركوا في نفس المنهج. كلمة منهج يعني ايه؟ يعني خطوات، يعني كلهم بيتبعوا نفس الفكرة، نفس الخطوات. ايه يا مستر؟ اللي هو المنهج
التجريبي. طب يا مستر ايه هو المنهج التجريبي؟ او بيعتمد على ايه؟ او ايه خطوات المنهج التجريبي؟ احنا هناخده بالتفصيل لسه في الدروس اللي جايه بتاعت المنطق، بس يعني هديك كده ملحوظه عنه. المنهج التجريبي ده يا معلم بيعتمد على الملاحظه اللي هي المشاهده، بيعتمد على الفرض، يعني انا بعد ما الاحظ واشاهد افرض فرض، تمام، وبعد كده ايه اجرب على الفرض اللي انا فرضته، بعد كده اوصل لايه قانون. طبعا كل واحده فيهم ليها بلاوي في الدروس اللي جايه بتاعت المنطق، بس انا ايه قلت افهمك ايه هي خطوات المنهج الايه التجريبي. يبقى اذا العلماء هنا والفلاسفه بيقولوا ان هم العلماء، قصدي معلش مش الفلاسفه، بيقولوا ان العلماء بيختلفوا في الموضوعات بتاعتهم، تمام، لكن بيشتركون في حاجه واحده، هو ايه؟ المنهج التجريبي. المنهج الايه التجريبي. انا ليه قلت العلماء مش الفلاسفه؟ عشان في واحد هيجي يقول لي ايه يا مستر، طب ما الفلاسفه بيستخدموا منهج عقلي. هنا انا بتكلم عن ايه؟ عن العلماء. بتكلم عن ايه؟ عن العلماء. طيب، فبيقول لك اهو كل انسان تفكيره علمي نطلق عليه عالم. كل انسان يقدر ان هو يكون عالم بمجرد ان هو يستخدم منهج التفكير. عشان كده بنقول ان التفكير مش بموضوع، او المنهج مش بموضوع، لكن بايه؟ بمنهجه. ليه يا مستر؟ علشان اي حد ممكن يستخدم موضوع معين، تمام، لكن لو استخدمت نفس المنهج تبقى انت كده عالم. يبقى احنا كده عاملين رباطيه مع بعضينا. العلماء، بص، العلماء عاملين ايه؟ رباطيه مع بعضهم. قلنا ايه؟ ان احنا نختلف في المواضيع كلها، لكن علشان نقول عشان تطلق عليك عالم زينا لازم تستخدم نفس المنهج بتاعنا اللي هو ايه؟ المنهج التجريبي، اللي هو بيعتمد على الملاحظه والفرض والتجربه والايه؟ والقانون. وصلت؟ دي المقدمه اللي اي حد ما بيعرفش يشرحها على اليوتيوب، انا بقولها في فم المليان اهو. تمام؟ فركز كده معايا، انا هحاول اشرح لك بامانه المنطق بكل ايه؟ بساطه. دي المقدمه كانت بتاعتك. طيب، انت عندك بعد كده حاجه اسمها الاستدلال. خلي بالك خدت الترم اللي فات الاستدلال المباشر والاستدلال الغير ايه مباشر. افكرك بيهم. الاستدلال المباشر اللي هو كان مربع ارسطو، والاستدلال الغير مباشر اللي هو كان قياس، اللي كانت ثلاث ايه قضايا. طب انا هخش بقى جوه الاستدلال المباشر. ليه منه نوعين؟ نوع اسمه الاستقراء ونوع اسمه الاستنباط. نوع اسمه الايه الاستقراء ونوع اسمه الاستنباط. ركز بقى معايا في الحتتين دول عشان مهمين قوي. طيب، بيقول لك الاستدلال، احنا هناخد الاستدلال الغير ايه؟ الغير مباشر. في منه نوعين، نوع اسمه الاستقراء ونوع اسمه الايه؟ الاستنباط. طب ممكن يا مستر تديني اول نوع؟ اقول لك عينيا، اديك عينيا كده وانت تأمرني يا قلبي. اول نوع اسمه الاستقراء. انا زهقت من البتاع دي. اول نوع اسمه الايه؟ الاستقراء. طيب خلي بالك الاستقراء ده استدلال غير مباشر، حاجه عارفينها. انا هبدا بس اديك كده ايه معلومات عنه، بعد كده ناخد امثله وهروقك عليك دلوقتي. الاستقراء ده استدلال ايه؟ غير مباشر. خلي بالك بيعتمد على التجربه. الكلمه دي مهمه، الكلمه دي مهمه قوي. الاستقراء بيعتمد على ايه؟ على التجربه. الاستقراء بيعتمد على التجربه. خلي بالك الاستقراء بيبدا من الجزئيات وينتهي الى الكليات. الاستقراء بيبدأ من الجزئيات وينتهي للايه؟ للكليات. يعني بيبدأ من الخاص وينتهي إلى ايه؟ العام. يعني المقدمات بتاعة الاستقراء بتكون جزئية والنتيجة بتكون كلية أو عامة. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ انت فاكر خدنا الاستقراء أو خدنا الاستدلال المرة اللي فاتت إن هو بيبقى فيه مقدمات في الأول، بعد كده بيكون فيه ايه؟ نتيجة، صح؟ هو بيقول لك ان المقدمات دي بتكون جزئية والنتيجة بتكون ايه؟ كلية. طب ممكن تديني مثلا؟ عينيا يا قلبي. لما اجي مثلا، مش عارف، حاسس ان انا بتعامل كده عشان الفالنتين يمكن. طيب ركز كده معايا. هاجي مثلا اقول لك ايه؟ كتاب، انا عايز بس صفحة مثلا ايه، يعني صفحة كده لوحدها خالص، ماشي، عشان بس تبقى ايه قد فيهم الامثلة. لما اجي اقول لك مثلا اهو كتاب الفلسفة جيد، تمام، ومثلا كتاب المنطق جيد او مفيد، كتاب الاحياء جيد، كتاب مثلا الايه الفيزياء برضو ايه جيد. بص عملت ايه؟ كتاب الفلسفه جيد ده جزء، صح، وكتاب المنطق ده جزء، والاحياء ده برضو جزء، والفيزياء ده برضو ايه جزء. بص بص، دي كلها ايه؟ مقدمات، والمقدمات دي كانت ايه؟ جزئيه، صح.
صح. هقول إذا ربما كل الكتب جيدة. وخلي بالك حلوة كلمة ربما دي، تمام؟ هبقى أفهمك ليه. إذا ربما كل الكتب إيه؟ جيدة. هنا بدأت إن النتيجة بتاعتي بقت إيه؟ بقت بص كلية أو إيه؟ أو عامة. كلية أو إيه؟ أو عامة. فهنا بدأت جزئيات وانهيت بالكل. يبقى لما أبدأ بالجزئيات وانهي بالكليات تبقى الإيه؟ الاستقراء. وصلت. يعني مثلا هدي كده مثل شفاوي. لما اجي اقول لك مثلا علم الاحياء، او مثلا الحديد يتمدد بالحراره، النحاس يتمدد بالحراره، الالومنيوم يتمدد بالحراره، تمام؟ اذا ربما كل المعادن تتمدد بالحراره. هنا عملت ايه؟ بدات بجزئيات نهيت بالكليات. ده الاستقراء. وصلت. طب تعالى كده معايا ناخد النوع الثاني اللي هو الاستنباط. شفت الدنيا بسيطه ازاي؟ بيقول لك الاستنباط، ودي حته حلوه، يعتمد على العقل. خلي بالك كان الاستقراء بيعتمد على التجربه. ركز من الحته دي. الاستقراء يعتمد على الايه؟ تجربه. لكن الاستنباط يعتمد على الايه؟ على العقل. بيقول لك ان هو يبدا بالكليات وينتهي بالجزئيات. هنا عكس الاستقراء تماما. يبدا المقدمات بتاعته، المقدمات تبقى كليات، والنتيجه بتبقى ايه؟ بتبقى جزئيات. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ ده بقى اللي انت خدته الترم اللي فات، الشكل الاستدلالي اللي انت خدته الترم اللي فات. لما اجي اقول لك كل الطلاب ناجحون واحمد طالب، اذا احمد ناجح. ده الشكل اللي انت خدته الترم اللي فات على فكره، صح؟ فهنا بدا ايه؟ بكل. يبقى بدا بالكليات ونهى بايه؟ باحمد ناجح. نهى بالايه؟ بالجزئيات. يبقى يبدا بالكليات وينهي بالجزئيات. يبقى ده استنباط. يبقى تحفظ الاغنيه دي معايا يا معلم اهي، صفحه لوحدها معلش. احفظ الاغنيه دي معايا. يبدا بالكليات وينهي بالجزئيات. ده الاستنباط. لكن العكس، يبدا بالجزئيات وينهي بالكليات. ده ايه؟ الاستقراء. يبقى يبدأ بالكليات ينهي بالجزئيات، ده الاستنباط. يبدأ بالجزئيات وينهي بالكليات، ده الاستقراء. تمام. طيب ركز بقى معايا يا حبيب قلبي. تعالى كده، تعالى ناخد بقى كده فرق او تميز ما بين الاستقراء وما بين الايه؟ الاستنباط. عايزك تركز معايا فيهم قوي. طب المنهج الاستقراء بيقول لك ان المنهج الاستقرائي دوت بيستخدم علوم اسمها العلوم الطبيعيه والعلوم الانسانيه. يعني ايه الكلام دوت؟ الاستقراء يا حبيب قلبي بيستخدم مثلا او بيتعامل مع العلوم مثلا زي الاحياء، زي الكيمياء، زي الفيزياء، والانسانيه زي مثلا علم النفس. تمام؟ يبقى الاستقراء بيستخدم مع الاحياء والكيمياء والفيزياء وعلم الايه؟ النفس. خلي بالك الاستقراء بيبقى مادي تجريبي. انا قلت لك ان الاستقراء بيستخدم الايه؟ التجربه. الاستقراء بيستخدم التجربه. يتعامل مع الامور الواقعه المحسوسه. ما هو ده ما بيتعامل مع التجربه، يبقى اكيد التجربه اللي انا هعملها دي حاجه محسوسه ملموسه عشان اعمل عليها التجربه. تمام؟ طب خلي بالك الاستقراء بيبقى استدلال صاعد. يعني ايه يا مستر صاعد؟ يعني بص ركز كده معايا. خدت في ابتدائي ان انا مثلا لما ابقى 1 2 3 4 5 صح؟ ببقى كده انا صاعد، او صاعد للفوق، صح؟ فلما اجي اقول لك مثلا في الاستقراء، بص ركز كده معايا. احنا فين المثل بتاعه اهو؟ هنا مثلا استقراء، هنا انا بعمل ايه؟ بص صاعد للكل. هنا انا كتاب جزئيات صاعد للكليات. صاعد للايه؟ للرقم الكبير. صاعد للايه؟ للكليات. عشان كده بسمي الاستقراء اسمه استدلال صاعد. اسمه استدلال ايه؟ صاعد. خلي بالك الاستقراء احتمالي ترجيحي. دي اللي انا قلتها، احتمالي ايه؟ ترجيحي. ليه؟ بص المثل بتاعنا. خلي بالك انا قلت كتاب الفلسفه جيد، كتاب المنطق جيد، كتاب الاحياء جيد، كتاب الفيزياء جيد.
ربما كل الكتب جيده. ليه؟ لان ممكن يطلع لي كتب مش جيده، صح ولا لا؟ فعشان كده قلت ايه؟ ربما. يبقى خلي بالك الاستقراء يا معلم احتمالي ايه؟ ترجيحي. طيب تعالى بقى في المنهج الاستنباطي. المنهج الاستنباطي بيستخدم للعلوم الرياضيه والمنطق. يبقى المنهج الاستنباط بيتعامل مع الرياضه، بيتعامل مع الايه؟ مع المنطق. اعكس بقى كل الكلام ده هنا، بيتعامل مع الرياضه، بيتعامل مع الايه؟ مع المنطق. طيب طبيعته يا معلم، هنا كان تجربه، هنا لا، ده سوري عقلي يتعامل مع الامور المجرده اللي ايه؟ في العقل. طب خلي بالك الاستنباط اسمه استدلال هابط. هنا كان استدلال ايه؟ صاعد، هنا استدلال ايه؟ هابط. يعني ايه استدلال هابط يا مستر؟ يعني بيبقى من النتيجه للجزئيات، من الكليات للايه؟ للجزئيات. عكس الكلام ده، هنا كانت من الجزئيات للكليات، فعشان كده بقول ايه؟ من الجزء بوصل للكل، فعشان كده بقول صاعد. لكن هنا لا، ده انا ببقى في الكل وبنزل للجزء، عشان كده بقول ايه؟ هابط. تمام؟ طب خلي بالك الاستنباط بيبقى يقيني دائما. يقيني ايه؟ دايما، عشان دايما بتعامل مع النظريات الايه؟ الرياضيه. تمام؟ ده الفرق بين الاستقراء والاستنباط، بالله عليك ركز فيهم، مهمين دول. طيب خلي بالك انا عندي انواع من الاستقراء، ودي اخر حاجه خلاص اهو في الحصه بتاعتنا، يعني خلصنا كده يا معلم. ركز معايا في انواع الاستقراء. عندي استقراء اسمه استقراء تام، وعندي استقراء اسمه استقراء ناقص. ركز بقى في الحته دي. ايه الفرق يا مستر بين الاستقراء التام والاستقراء الناقص؟ اول حاجه ليه مسميات الاستقراء، وخلي بالك المسميات دي مهمه عشان مهمه في الاختيارات. الاستقراء التام مسمياته ايه يا معلم؟ اسمه الكامل او الاحصائي او التلخيصي او التعددي او الشكلي او التشكيلي. تاني، الاستقراء التام كامل، احصائي، تلخيصي، تعديدي، تشكيلي. ليه يا مستر؟ المسميات دي مهمه عشان الاختيارات. الاستقراء التام دي مسمياته. طب الاستقراء التام ده عباره عن ايه؟ هنا انا بفحص، انت عارف اصلا معنى الاستقراء؟ فاكره؟ بيبدا من ايه؟ من جزئيات. خضتك معلش. بيبدا من الجزئيات بينتهي للايه؟ للكليات. بيبدا من الخاص وينتهي للايه؟ للعام. صح جدع. فهنا بقى الاستقراء التام بيفحص جميع جزيئات الموضوع. تاني، الاستقراء التام اللي هو الكامل الاحصائي التلخيصي بيفحص جميع الجزيئات الموضوع. يعني ايه مصر الكلام ده؟ يعني مثلا لو جيت، حلوه دي، لو جيت مثلا انا دلوقتي في السنتر، تمام، قلت له عدوا لي المكان او الطلاب بتاع السنتر، فانت هتعمل ايه؟ هيجي يعد كل جميع جزيئات الموضوع، يعني كل الايه؟ الطلاب اللي موجوده، صح ولا لا؟ طيب انا دلوقتي جيت قلت عد لي مثلا الكراسي بتاعت السنتر، فهيعد كل كرسي موجود فين؟ في السنتر. فلما يكلمك ان هو عمل جميع جزيئات الموضوع، ده الاستقراء التام. ما دام جميع جزيئات الموضوع، ده الاستقراء الايه؟ التام. خلي بالك انا هنا بعمله في الحاجه اللي انا بتم حصرها واحصائها، يعني اللي اقدر اعده كله بستخدم الاستقراء الايه؟ التام. طب ايه هو الاستقراء الناقص اللي هو ممكن اسمه العلمي او التعميمي؟ ده انا باخد عينه من جزيئات الظاهره. يعني مثلا انا دلوقتي عايز اعمل مثلا تحليل، هل ينفع اخد كل الدم بتاعي اعمله تحليل؟ ما انا خدت كل الدم بتاعي هموت، صح؟ يبقى ما ينفعش الاستقراء التام بتاعها. ينفع اخد الاستقراء الايه؟ الناقص، اخد جزء او عينه من الموضوع، تمام، واعمل عليها الايه؟ التحليل بتاعي. يعني مثلا انا دلوقتي عايز استنتج ان الميه H2O، هل انا مسكت كل الميه عملت عليها التجربه؟ لا طبعا. ليه؟ عشان مش هقدر احصاها، صح؟ فاخدت ايه؟ حلوه طخ دي صح؟ فخدت ايه؟ عينه من الجزء بتاع الظاهره وعملت عليها الايه؟ التجربه. لكن الاستقراء التام باخد جميع جزيئات الايه؟ الموضوع. لكن الاستقراء الناقص باخد ايه؟ عينه بس من الموضوع. خلي بالك الاستقراء الناقص ده بيقول لك ان هو يستخدم في حاله ان يكون عدد الافراد الظاهره التي نقوم ببحثها محدودا ويمكن حصرها. زي ما قلت لك ان انا مثلا دلوقتي بعد الطلاب الموجودين في السنتر، فده عدد برضو ايه؟ محدود، صح؟ مثلا عايز اتم احصاء مثلا الجمهور اللي موجود عندي مثلا في جمهوريه مصر العربيه، فده برضو عدد محدود. لكن ما اقدرش مثلا اشوف مثلا احصاء جميع الموارد اللي عندي، يعني زي الحديد مثلا او النحاس، ما اقدرش اجيب كل الحديد اللي موجود عندي تحت الارض وفوق الارض، صح ولا لا؟ مش هقدر احصاه، فمش هقدر استخدم برضو الاستقراء الايه؟ التام. لكن بص، هو الاستقراء الناقص يستخدم في حاله ان يكون عدد افراد الظاهره التي نقوم ببحثها غير محدود، غير معروف، فيساعد على التنبؤ بالحالات المماثله. كلمه يساعد على التنبؤ بالحالات المماثله دي مهمه. لما اجيب لك في السؤال ان انا استخدمت عينه من الموضوع وبعد كده عممت الموضوع على الحالات المماثله،
ده الاستقراء الناقص. تمام تمام. طب تعالى كده ناخد كده معلومه صغيره، الفرق بين الاستقراء التام والاستقراء الناقص. بيقول لك ان الاستقراء التام، ركز كده معايا في الحته دي، الاستقراء التام النتيجه فيها لا تاتي بجديد، فهي مساويه للمقدمات، يعني تحصيل حاصل. يعني ايه الكلام ده يا معلم؟ يعني مثلا انا جيت قلت لك عد لي مثلا الطلاب بتاعت السنتر، فانا هنا بعمل ايه؟ تحصيل حاصل، انا بعد الطلاب الموجودين فين؟ في السنتر، مفيش حاجه ممكن تيجي ايه جديده، ودايما صدق نتائجها يقيني، عشان انا اللي انت هتعده في السنتر ده يقيني، صح؟ متاكد منه مليون في الميه. لكن الاستقراء الناقص هنا بقى، هنا بص العكس، النتيجه فيها تاتي بجديد، فهي اعم واشمل من المقدمات، وصدقها نتائج احتمالي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنا انا باخد مثلا جزء من الميه اللي هو H2O، تمام؟ فبعد كده بقوم ايه؟ اعمم الجزء بتاع الميه ده على الميه كلها، ان الميه كلها H2O. فهنا انا بعمل ايه؟ نتائجها احتماليه. ليه نتائجها احتماليه؟ لان مثلا لما اجي اقول لك ان الحديد او كل المعادن تتمدد بالحراره، فهنا انا اكيد ما بحثتش كل المعادن، يا دوب مثلا عملت الحديد والنحاس مثلا والكروم مثلا والالومنيوم، صح؟ فهل بحثت كل المعادن؟ لا يا مستر. فعشان كده بنقول احتماليه، اللي ممكن يجي مثلا معدن نكتشفه بعد كام سنه ان هو ايه؟ مش بيتمدد بالحراره. فهمت؟ فهمت. طيب بص كده، انا هحل معاك سؤال واحد بس او سؤالين عشان بس تفهم الاستقراء. طيب بص ركز كده معايا في السؤال الاول، بيقول ايه؟ يسعى الباحث الى التوصل الى القوانين العامه من خلال فحص الجزيئات، حيث يعمم الحكم على جميع الحالات المتماثله. بص اهو، فحص جزء من الموضوع عشان يعمم الحالات المماثله. ده مين؟ ده الاستقراء الايه؟ الاستقراء الناقص. تعالى بقى بص، انزل في الاختيارات ده اللي انا كنت بقوله بقى. التام هو الكامل، هو الايه؟ الاحصائي، يبقى هو الوحيد اللي ناقصه لي ايه؟ الناقص. وصلت؟ وصلت. طيب، عند قولنا ان احمد رجل نيجيري لونه اسمر، ومحمد رجل نيجيري لونه اسمر، فتوصلنا الى ان الرجال النيجيريين لونهم ايه؟ اسمر. هنا خدنا جزيئات ورحنا للايه؟ للكليات، عممنا، فده برضو ايه؟ خلي بالك، ادي الكامل هو الاحصائي، هو التام، فده الايه؟ الناقص. معلومه ليك ان السؤال دوت الاختيارات بتاعته غلط، هقول لك ليه. جميع، بدا بص بدا بجميع اشجار الحديقه مثمره هذا العام، وهذا يعني اننا قمنا باحصاء جميع اشجار الحديقه. يعني بص درسنا كل اشجار الحديقه، تمام؟ ذلك توصلنا ان جميعهم مثمر. هنا الاستقراء المفروض يبقى الاستقراء الايه؟ التام. فهو هنا طبعا جايب لك الاحصائي والتام والكامل الثلاثه دول مع بعض، فما تنفعش، ولا برضو الناقص ايه؟ ينفع. المفروض الحل هو الايه؟ التام. اخر سؤال، كل شاعر مرهف الاحساس، واحمد شاعر، احمد شوقي شاعر، اذا احمد شوقي مرهف الاحساس. بدا بالكل اهو، كل شاعر مرهف الاحساس، وانتهى بالجزء، يبقى من الكل للجزء، ده ايه؟ استنباط. جينا هنا تحت ما لقيناش الاستنباط. طب يا حبيبي، مش التعميمي ده نوع من الاستقراء؟ صح، الاستقراء الايه؟ الناقص، فده مش عندي. طب مين اللي بيستخدم التجربه؟ ها، الاستقراء، جدع، فمش عندي. طب مين اللي بيبقى صاعد؟ ده الايه؟ الاستقراء، فبرضه مش عندي. طب مين اللي بيبقى هابط؟ ده الاستنباط. وعشان كده بيقول لك نتائجه اخص من مقدمته، يعني اصغر من المقدمه. حلوه دي، تعرف ان الاستنباط اصغر من ايه؟ المقدمه. وبكده انا خلصت معاك، يعني بص عملت مجهود كبير قوي بجد، خلصت الفلسفه البيئه كلها كامله، ودي المفروض تبقى تاخد على فيديوهين، خلصوا لك في فيديو. مش بس كده، انا شرحت معاك كمان المنطق اول درس، وحليت معاك كمان حوالي 5 اسئله. فاتمنى ان انت تشوف الفيديو كده وتكون مستمتع وانت بتركز في الفيديو بتاعنا. وخلي بالك، انا ان شاء الله هنزل لك كل الفيديوهات بتاعت المنهج هنا على يوتيوب. سلام يا حبيب قلبي.